السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وانتوا تتفرجوا عليا النهارده هنعمل مع بعض كوكيز صحي بدون دقيق وبدون شوفان وكمان من غير سكر باربع مكونات بس. طعمه حلو جدا وسهل وهش. ولو اول مره تشوفوني انا زينب ودي قناتي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. يلا بينا مع بعض نشوف المقادير وطريقه التحضير. وهي دي كل المكونات اللي هحتاجها في الوصفه بتاعت النهارده. هجيب بقى طبق عميق واحط فيه المكونات بتاعتي. عندي هنا اول حاجه كوبايه من العجوه، لو ما عنديش عجوه هستخدم الطبق. احط عليه ميه مغليه وانقعه لمده نص ساعه وبعد كده استخدمه. طبعا هصفي الميه منه واستخدمه بعد ما اخلطه بالخلاط او بالهاند بلندر. وعندي كمان كوبايه من زبده الفول السوداني اللي مش متضاف ليها اي حاجه ولا سكر ولا زيت. بجيب السوداني واحمصه واحطه في الكبه لحد لما يتحول لزبده. بتبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. كنت عاملاها قبل كده على القناه، هبقى اسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. وعندي كمان بيضة بدرجة حرارة الغرفة هحطها برضو على باقي المكونات. وعندي كمان هنا رشة ملح، هي بس بتعادل الطعم مش اكتر. وعندي كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، ممكن نستخدم قرفة للنكهة اللي تحبوه، طبعا ممكن استغنى عنها. والمكون بقى الرابع والاساسي اللي هو نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا اللي هي كربوناتو، وهي دي بقى هتدي بقى الهشاشة للكوكيز بتاعنا. هبدأ بقى اقلب بقى المكونات دي بالمضرب اليدوي او ممكن كمان بالمضرب الكهربائي لغاية لما يختلطوا مع بعض تماما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد الخلط بقى هبدأ اخلطه كده بالسباتولا عشان اتأكد ان كل حاجة اختلطت مع بعض. وبكده تبقى عجينة الكوكيز جاهزة معايا. لما اخد قطعة كده منها واحطها بين ايديا هلاقيها تماسكت مع بعض، يبقى كده بقت جاهزة. وهبدأ بقى اشكل الكوكيز الاول على شكل كور، يفضل طبعا يبقى حجمهم زي بعض. انا هنا حاطه الكوكيز على صينيه وحاطه فيها ورق زبده. طبعا ممكن ما تستخدموش ورق الزبده، هو كده كده فيه نسبه دهون كويسه فمش هيلزق او اي حاجه. وزي ما انتوا هتشوفوا مش هستخدم اي ادوات خالص لتشكيل الكوكيز. بالشوكه بس كده هبدا بقى ابصم الكوكيز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقه سهله جدا وبسيطه. وهكمل بقى باقي الكميه بنفس الطريقه. الكميه دي عملت معايا 20 قطعه من الكوكيز. هيدخل بقى فرن ساخن مسبقا على 180 درجه. هيقعد في الفرن تقريبا 12 ل 15 دقيقه وهسيبه يبرد تماما الاول قبل التقديم. وده بقى بعد ال 12 دقيقه. ده بقى شكله بعد ما سيبته يبرد. طعمه حلو جدا، هش ومقرمش من بره وطري من جوه ومشبع جدا ومغذي. ان شاء الله يعجب الولاد جدا. ان شاء الله تجربوه يعجبكم وتكتبوا لي رايكم فيه في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها اول باول. باي باي.